السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم، لا من كومنتاتكم ولا من لايكاتكم. ايوه هنعمل احلى برسيل جل، عايزاكم تخشوا كده وتحطوا اللايك وتحطوا الشير والسبسكرايب وصفحة ام محمود على الفيسبوك، وتشيريه لعيلتك واصحابك. الفيديو ده لايكات كتير 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 كتير، هو يستاهل منكم لايكات كتير، عشان ده لايكات ايه؟ عشان ده فيديو التدبير والتوفير. ايوه الحاجات بقى الغاليه. والله يا جماعه خلصت المسحوق، جيت اجيب المسحوق اللي هو البرسيل جل، اقصد اقول كده. قالوا لي ده بكذا، قلت لهم لا غالي جدا. قلت لهم طب هاتوا لي مسحوق، قالوا كلوا المسحوق. قلت لهم بقول لكم ايه، هاتوا لي طب المسحوق وانا هعمل انا برسيل جل في البيت، تمام كده يا ماما؟ قلت لهم لا هو زي ما انا بقول لكم كده. المهم جابوا لي المسحوق، هات اي مسحوق يعجبك وهنشتغل عليه دلوقتي مع بعض. وبأسهل طريقة وأنجح طريقة وأوفر طريقة هتوفر معاكي، تشتغلي يجي شهرين اتنين باللي انت هتعمليه، سواء ان انت عملتي كمية واحدة أو كميتين زي ما محمود. هنا التيشيرت ده بتاع حفيدتي، هو اللي كان قدامي والله، وكان مش نظيف يعني، مسكته غسلته خليته بقى فله. عملنا برسيل جل وطلعته منه، هقول لكم على الوصفة ديت بقى، بس لسه ايه هنزلها لكم، واخدين بالكم؟ تحفة 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 تحفة. اللايك وشير وسبسكرايب لمطبخ أم محمود. هنا هنبدأ نعمل ايه بقى؟ جبنة طبق فاضي، طبق فاضي بس ممنوع ألمونيا، يا اما بلاستيك يا اما ستانلس ستيل، تمام كده. وهنشتغل بقى ايه عليه، هنحط فيه ايه بقى الطبق دوت. هنقول دلوقتي الطبق طبعا لسه ايه فاضي. هنجيب كوبايه مج، هنجيب كوبايه مج من بتوع الايه الشاي، مج من بتوع الشاي، تمام كده، ما فيهوش ميه خالص. مج من بتاع الشاي، واخدين بالكم؟ لا هاي هنحط اللايك ونحط الشير ونحط السبسكرايب لمطبخ ام محمود، وفرق في القناه كده هتلاقي فيها حاجات كتير قوي تعجبك. احنا محتوانا هادف يا جماعه، محتوانا جميل. هنحط هنا ايه، كوبايه، نص كوبايه زيت على المقدار اللي احنا هنحطه، نص كوبايه. لو انت عايزه تزودي هتزودي. هنا معانا معلقه بوتاس، قشور، حجر تسليك المجاري، بتاع ده اسمه ايه، عملناها، قلبناها في ربع كوبايه ميه اهيك، لقيتها سخنه عشان انا مستعجله، بردتها في شويه ميه متلجين، تمام كده. وهننزل على نص ايه مج زيت، هننزل على نص مج ايه زيت او مج الا ربع، ونقلب ونقلب نقلب لحد ما ايه ما يبقى معانا يعني عايزه اقول لكم زي العجينه كده، زي عجينه الكريب، واخدين بالكم؟ انا هنا ما كنتش مستنيه، كنت مستعجله، واخدين بالكم؟ ما عنديش وقت، كان عندي ظروف ما، فقلت بقى ايه، يا اما تضربيه بالهاند بلندر، وانا الحمد لله الهاند بلندر بتاعي انا بوظته، يا اما تضربيه في الخلاط. فايه دورته ضربته بالايه بالخلاط. بعد ما بقى كده ولقيته هياخد وقت معايا، رحت حطاه في قلب الخلاط، واخدين بالكم؟ عندي شفشق خلاط كده، او هو عادي ما هو صابون يعني، ما فيش مشكله، مش هنقعد نأفور الكلام يعني. ورحت منزلاه في قلب الايه بتاع الطبق الاستانلس ستيل بتاعي او البوله البلاستيك. شوفوا بقى عامل ازاي لما ضربته في الخلاط، يبقى مج الا ربع او نص مج زيت على معلقتين اتنين ايه بوتاس او صودا كاويه او حجر تسليك المجاري او القشور، تمام كده. ده اللي انا اقدر اقوله لكم، واللي عنده اسم تاني يقوله. هنحط عليه هنا ايه كمان يا جماعه، ما عملناش في حاجه تاني. هنحط مج وربع اي مسحوق اللي يعجبك، اي مسميات تعجبك حطيها، واخدين بالكم؟ مج وربع بايه مسحوق بودر، ونقلبه كويس جدا، واخدين بالكم؟ وبعد ما نقلبه يا ام محمود هنعمل فيه ايه، هنسيبه لتاني يوم، هنسيبه لتاني يوم، او على الاقل خالص 5 ساعات على العموم، وقت ما يحجر قدامك. ممكن يحجر عندك انت في جو رطب اكتر مني، انا حجرته معايا يعني عشان ما كنتش فاضيه بيته لتاني يوم، واخدين بالكم؟ خلاص كده بعد ما عجنته كويس جدا جدا، ايه اللي حصل بقى بعد ما عجنته؟ رحت مبيتات هنا كده تاني يوم اهوك، واخدين بالكم؟ اهو شفتوا بقى عمل ازاي، حجر خالص اهو، شوفوا بقول لكم عامل ازاي. هنا بقى ايه هنبشره بالمبشره لما نخليه ايه بودر خالص، هو بيتكسر معاك اهوت،
واخدين بالكم، بس مش ايه هيتعبك كده. فروحنا بشرينه بالمبشره. اللهم بارك يا جماعه، رمى رمى رمى، والتدبير والتوفير. زي ما قلت لكم انا قعدت اشتري، لقيت الحاجه غاليه وانا على طول بعمله، فكنت خلصت، فقلت لا لازم اعمله تاني. عملت كميه بردك تكفيني، اقل حاجه الكميه اللي انا بعملها بتعديني الشهر. لو في بيت وفي غسيل كتير انا بتجيبني 40 يوم 50 يوم، ممكن يجيبك انت الشهر على حسب الكميه. انا قلت لك المعلقتين الاثنين وبالهم مج ونص مسحوق، او مج وربع، وشو ببشور اهوت، وايه ونص مج زيت الا ربع، مج زيت الا ربع، مج زيت الا ربع من بتاع الشاي، او نص مج المتوفر عندك. اعمليه بعد ما بتصفيه. الزيت ده يا جماعه اللي بنقلبوه البانيه، بنقلبوه البطاطس، بنقلبوه البدنجان. انا عن نفسي بستبعد بتاع السمك، بس هنا انا عامله مقدارين اتنين. عشان هتقولي لي وكتير ليه يا ام محمود؟ انا عامله مجين اتنين مسحوق، وعامله نص الكميه، يعني عامله ايه الدبل. واخدين بالكم؟ جبنا هنا لترين ميه، لترين ميه دول كانوا بيغلوا بمعنى كلمه يغلوا. في ناس بتحطها على البوتاجاز، وفي ناس بتعملها على انا لا بحطهاش على البوتاجاز تغلي. ما تحطهاش على البوتاجاز، اعمليها كده بايدك كده، وهي هتدوب على طول. والله الميه لو بردت منك وانت قضيت مصلحه وهي بردت منك، روحي ارفعي الحله بتاعتك على على البوتاجاز، تمام كده، لحد ما يدوب خالص. يا حبيبه قلبي لو هو داب ولقيت كله مرغل فوق كده والميه تحت كده كتير، ما تقلقيش من اي حاجه، هيشتغل معاك ويبقى زي الفل. يعني تقولي ده فصل، تقولي ده عمل، لا. معانا هنا 4 معالق سكر، كل مكيال له معلقتين، ومعانا ملح ليمون، ومعانا كربوناتو، معانا معلقه ملح ليمون، ومعانا معلقه كربوناتو من اللي هو بتاع الطعميه، تمام. هندوبهم في لتر ميه او لترين ميه باردين، لتر ميه نقول بارد، لتر ميه بارد، تمام كده. بعد ما ندوبوا السكر 4 معالق سكر، انا عامله على مقدارين اتنين، 4 معالق بوتاس، انا عامله 4 معالق بوتاس، لا انت هتعملي اتنين، واحد مسحوق نص زيت او واحد الا ربع زيت، وتشتغلي عليهم وتعملوا من واحد بس بودر، تمام كده. انا هنا عامله الدبل. وبعد ما هدوب السكر والكربوناتو وملح الليمون، هروح نازله عليه بالمسحوق بتاعي. نزلت عليه المسحوق اللي انا عملته ده، اللي انا فكيته بقى وبقى سايل خلاص اهو. شفتوا في الاخر خالص نزلت عليه المسحوق بتاعه اهو. شفتوا المسحوق فايد من الاخر اهو. اللي هيقول لي ده الحبيبات دي بتاعت يبقى جدع بقى. واخدين بالكم؟ اكتبوا لي في الكومنتات الحبيبات دي بتاعي. وصفه جميله، وصفه سهله وسريعه، وكل حاجه متوفره في البيت. معانا هنا كيلو، كل عرض من كل مقدار من اللي انا عملته ده له كيلو برسيل جل، بتجيبيه من عند بتاع المنظفات اللي هو العادي خالص. وبعد ما حطيته شوفوا بقى عامل ازاي يا جماعه، بقى تحفه. كيلو على المقدار، 2 كيلو على المقدارين، كل ما هتكبر. شوف السمك بتاعه، شوف تقله، وشوف هو عامل ازاي. كده بقى تمام. هبيته لتاني يوم كده، انا بيته بردك لتاني يوم. كل ما هتبيتيه كل ما يحلو، بس كل حلاوته فيه اللي انت تضربيه اكتر. كل ما ضربتيه كل ما اداكي نتيجه اجمل واجمل، تمام كده. اللهم بارك يا جماعه. عايزه اقول لكم كان تحفه. بعد ما عملته كده جينا بقى تاني يوم، واخدين بالكم؟ شفتوا بقى تاني يوم عمل ازاي بقى جميل. لو هو طلع رغاوي عليك من وش من فوق كده، ممكن تشيلي شويه الرغاوي دول وتركنيهم على جنب، تستعملهم في غسيل اي حاجه سريع في الغساله، وهو يبقى معاكي صافي زي ما انت شايفاه كده، تمام كده. انا حاسه كده لونه جميل جدا، مش محتاج لون، بس احنا عشان التصوير حطيت له لون جل. حتى والله ما كان عندي من اللي هو بتاع البتاع ده، حطيت له من اللي هو لون جل من بتاع الطعام اللي هو متوفر عند بتاع الاكل يعني. واخدين بالكم؟ حتى ما اداهوش اللون اللي انا كنت عايزاه، فالبتاع حطيته فيه، اداله لون بسيط كده، بس كان شكله جميل وشكله تحفه وروعه. ونقلبي بقى كده، ورحت معبياه زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي، والتجربه خير دليل اللي انتوا شفتها في اول الفيديو. الناس اللي ما جاتش معايا من الاول، هقول 2 معلقه بوتاس، 1 الا ربع زيت، 1 مسحوق بودر، تاخدي الفيديو كله، بس تسيبيش حته وتسيبي حته، ودول كللاته هنضربهم لحد ما يعملوا عجينه، واخدين بالكم؟ وبعد كده نروح حاطين المسحوق البودر عليهم، تمام كده. في الاخر خالص يبقى الزيت والصودا الكاويه مع بعض، والاخر نحط عليها المسحوق البودر ونبيتها ليله، تمام. شفتوا يا جماعه ريحته؟ وهو حطيت له بقى، ضيف الميه بقى تلاقيه تقيل معاكي، سمكه بقى تقيل، ضيفي بقى زي ما انت عايزاه تخليه على حاله، تتقلي تخففي. ورحت في الاخر حاطه له بتاع
اسمه ايه. والله ما كان محتاج اي معطر ولا اي حاجه. طبعا في حاجه اسمها ريحه برسيل، ريحه برسيل بتتباع عند بتوع الموظفات الكبار، طبعا ده مش متوفر عندي. تمام كده. رحت حاطه له ايه، ريحه بريحه اللافندر، اللي هو المعطر اللي بريحه اللافندر، المعطر اللي بريحه اللافندر. ودى ريحته في حته تانية. والله يا جماعه بيثبت في الهدوم، وبيبقى يعني ريحته بتثبت في الهدوم، بتبقى جميله لان مكوناته جميله جدا جدا. بسم الله ما شاء الله اهو. ده المعطر اللي هو بريحه اللافندر، وده عاشقه ام محمود ده. حطيت ايه، مال وغطا بس مش اكتر من كده. بصوا اهو ملو الغطا، ورحت حاطه له بقى، خلاه في حته تانية خالص. لو انت شاطره وجدعه بقى وجنبك حد من بتاع المنظفات تجيبي ريحه برسيل جل، بيبقى تحفه بقى، كانك جايبه البرسيل من بره فعلا بقى. تمام كده. تعملوا تتهنوا، ربنا يبارك فيكم، اللايك والشير وسبسكرايب، ربنا يخليكم ليا ما تحرمش منكم. احلى عيله. شوف اللون وشوف اللزوجه بتاعته وشوفوا هو عامل ازاي، ولا هتلف ولا. والله يا جماعه عايز اقول لكم ما بيفصل نهائي، وهو وريحته تحفه. اعمليه مشروعك بقى، اعملي مشروعك. عبيت لك منه اكياس اهو، يعني انت هتجيب الكيلو بيبقى كده، اقسم بالله ابدا، اقسم بالله. عشان كنت انا عامله مقدارين اتنين، شوف عبى معايا 3 جراكن، والازازه الكبيره دي والله كان معبي كمان كيس زي الكيس ده، بس ما كانش جنبنا كيس فخلناه كده. شوف عايز اقول لكم اللهم بارك اللهم بارك، كان حاجه ولا. يا سلام. وكله على حسب استعمالك بقى، يكفيكي على حسب استعمالك، كل بيت على حسب استعماله. تعملوا وتتهنوا، سبتكم في حفظ الله ورعايته وامنه، واللي جاي احسن واحد. تنسونيش من لايك وشير وسبسكرايب ودعوه حلوه منكم. حفظكم الله ورعاكم اخواتي، ربنا يخليكم ليا. متشكرين جدا على تعليقاتكم الجميله وكومنتاتكم الحلوه واللايكات بتاعكم الحلوه، ربنا يحفظكم ليا يا رب. هنا عملت لكم تجربه والله، في الطبق بكب لكم الطبق اللي كان لسه فيه اهو، واخدين بالكم. وعملت التيشيرت تجربه قدامكم بتاع حفيدتي وغسلته. عايز اقول لكم كان في منتهى العظمه ورغوته هو.